يشرفني أن أقدم لكم معالي المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ومنسق المجلس المصري للمحليات، لكي يلقي لنا كلمة بهذه المناسبة العظيمة التي نجحت والتي أسسنا فيها هذا المجلس بفضل حضراتكم. اتفضل يا ابو شبيه. هو الحقيقه دكتور عادل اخذ بكلماتنا كلنا، فهنحاول كده نختصر العمليه. اولا انا بشكر كل الحضور النهارده، واشكركم على انكم فعلا تفاعلتم مع الفكره نفسها، والمجلس المصري للمحليات هو مجلس الجميع كل المصريين. وانا اعتقد ان احنا في مرحله انتقاليه مهمه جدا النهارده مصر محتاجه لكل المجاميع اللي معانا وكل الشخصيات اللي معانا والاحزاب، ان كل واحد فينا له دور فعال في المرحله القادمه. النهارده احنا ما فيش حاجه اسمها رئيس ومريوس في المجلس المصري. مجلس المصري المحليات ده مجلس مشكل من كل اعضائه، هو مجلس رئاسي مع بعض، وبنتفق مع بعض على اعاده تشكيل المناطق في مصر ازاي. هنتكلم على قطاعات معينه ومحافظات معينه، كل مجموعه من الاحزاب هتبقى متابعه هذه القطاعات، والهدف في الاخر ان احنا ننتقي الناس اللي هتنزل في المحليات والشخصيات، لان احنا لغايه دلوقتي القانون لسه ما ظهرش. هل هيبقى بالقوائم النسبيه المطلقه كلها ولا هيبقى فيه جزء فيه فردي؟ هيبان الكلام ده كله في الايام القادمه. لكن احنا النهارده عايز اقول لازم نتحرك بسرعه، لان الوقت ازف النهارده، وممكن نفاجئ في خلال اسابيع بسيطه ان فتحت الانتخابات واحنا مش جاهزين. فلازم نستعد فعلا في منتهى السرعه لهذا الكلام. وانا مش عايز اطول عشان عايزين نبلغ مصر كلها ان احنا النهارده بندشن المجلس المصري للمحليات. النهارده اليوم اللي هو بيعتبره عيد المجلس المصري للمحليات. فانا بشكركم جميعا على الاستماع، وبرجو ان احنا نبتدي نتفاعل وناخد انا مش هقول تصويت، بس هناخد تاكيد من كل شخصيه او كل حزب موجود معانا في المجلس بموافقته على التواجد معانا، عشان ده يبقى اشاره علني لكل الناس ان احنا متكاتفين مع بعض في هذا المجلس. شكرا ليكم جميعا.